ايه الاخبار يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر فادي ايمن، والنهارده هنتعلم ازاي نجرى الارقام الكبيره. الدرس ده خصوصا لطلاب رابعه ابتدائي وخمسه ابتدائي، يركزوا معايا. هنا تعال نشوف الرقم ده. تعال اول حاجه نعد الرقم ده، نشوف يتكون من كام رقم. تعال نبتدي بالسؤال رقم ب: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ده بيتكون من 10 أرقام. طب هنجراها ازاي؟ بيتحرك من يد اليمين لليسار. أول 3 أرقام بقسم الرقم الكبير ده لتلات، يعني 3 أرقام 3 أرقام، مجموعات أو عائلات. باخد أول 3 أرقام وأحط علامة، بعدين 3 أرقام التانيين وأحط علامة، 3 أرقام التانيين وأحط العلامة. يبقى دي العلامة، خلي بالك أهياتي. 3 أرقام تاني وأحط علامة، 3 أرقام تاني وأحط علامة. أول 3 أرقام دول دي بنسميها عائلة. دي عيلة ودي عيلة ودي عيلة ودي عيلة. كل عيلة من دول ليها اسم. دي ليها اسمها عيلة الوحدات. أول عيلة اسمها عيلة الوحدات. طيب العيلة التانية اسمها عيلة الألوف. يبقى أول عيلة اسمها الوحدات، تاني عيلة اسمها الألوف، تالت عيلة عندك اسمها الملايين، اسمها عيلة الملايين. آخر عيلة عندنا اسمها عيلة المليارات. يبقى العيلة الأولى اسمها الوحدات، العيلة التانية اسمها الألوف، العيلة التالتة اسمها الملايين، والعيلة الأخيرة اسمها المليارات. كل عيلة بتتكون من 3 أرقام. طيب عايزين نقرأ رقم زي ده. في القراية بنبتدي من اليسار لليمين، خلاص، من الشمال لليمين. أول رقم عندك هنا في عيلة المليارات عندي كام؟ عندي 3 بس، يبقى اسمها 3 مليار. خلاص، 3 مليار و676 مليون، 676 مليون و504 ألف، 504 ألف. تمام. آخر حاجة عندنا و213. واسكت عشان عيلة الوحدات ملهاش لقب. يبقى عيلة المليارات لقبها مليار، 3 مليار 667 مليون، اللقب بتاع العيلة اسمه مليون أهواتي. 504 ألف عيلة الألوف. طيب عيلة الوحدات ملهاش لقب، و213. يبقى الرقم ده لما أحب أقراه كله على بعض: 3 مليار 676 مليون 504 ألف 213. طيب تعال نشوف رقم زي ده. خلاص، يلا كده معايا هنقسم الرقم كده. عندك أول 3 أرقام نحط فاصلة، بعدين 3 أرقام التانيين ونحط فاصلة، و3 أرقام التانيين تعال نسميهم. أول عيلة عندك عيلة الوحدات، تمام. طيب العيلة التانية اسمها عيلة عيلة الألوف أهياتي. طيب العيلة التالتة اسمها عيلة عيلة الملايين. طب هل عندك عيلة تانية الرابعة اللي هي المليارات؟ لا، ما عندكش رقم هنا. آخرنا احنا هنا مين؟ الملايين. يبقى لما أحب أقرأ الرقم ده هقرأه من الشمال لليمين. يبقى 100 مليون و245، 245 ألف و876. واسكت تاني. يبقى دي عيلة الوحدات، عيلة الألوف، عيلة الملايين. في المليارات ما قعدهاش، يبقى خلاص ملناش دعوة بيها. يبقى الرقم ده لو حبيت أقراه يبقى 100 مليون 245 ألف. أقول الرقم وأحط اللقب بتاع العيلة 876، عشان دي عيلة مين؟ الوحدات، واحنا قلنا الوحدات ملهاش لقب. تمام. طب تعالى نقرا الرقم ده. يلا هناخد اول 3 ارقام نحط علامة، اول 3 ارقام ونحط علامة. هنا اول 3 ارقام مفيش غير رقم واحد بس اللي هو مين؟ التسعة. طيب خلاص حطينا العلامات. تعال نشوف كام عيلة عندنا. اول عيلة معروفة الوحدات، تمام. بعدين عيلة الالوف فيها 3 ارقام. طب عيلة الملايين ما فيهاش غير رقم واحد. طب عيلة المليار لا، ما قعدناش خالص هنا. خلاص، يبقى هنا ما عندناش عيلة المليار. طيب تعالى نكتب الرقم ده. بنكتب الرقم دايما من اليسار لليمين، خلاص، من الشمال لليمين. انا هنا عندي كام في عيلة الملايين؟ عندي 9. هكتبها ياتي، انا اللي شايفه بعيني بكتبه. 9 مليون
453 ألف ده اللقب بتاعها، و624. 624 دي عيلة الوحدات. خلي بالك عيلة الوحدات ملهاش لقب، هسيبها زي ما هي. تاني يبقى هنا باخد أول 3 أرقام وأحط علامة، بعد 3 أرقام التانيين بحط علامة، وبعدين 3 أرقام التانيين وأحط علامة. هنا ما عنديش غير إيه؟ رقم واحد. خلاص مش لازم، طالما عندي رقم في الخانة خلاص كده تمام. يعني أنا عرفت هو ساكن في إيه أو ينتمي لأنواع عيلة. العيلة الأولى اسمها عيلة الوحدات، العيلة التانية عيلة الألوف، العيلة التالتة عيلة الملايين. في القراية بقرا من اليسار أو من الشمال لليمين. عندي في عيلة الملايين 9، يبقى 9 مليون، و453 ألف عيلة الألوف. وعيلة الوحدات عندي كام؟ 624. خلاص راجع الفيديو تاني عشان تتعلم ازاي تقرا الأرقام الكبيرة، خصوصا بتوع رابعة وخمسة ابتدائي. يا ريت نعمل لايك ومتابعة للصفحة علشان نستمر في المحتوى. بنقدم فيه شروحات بسيطة، أفكار مهمة ممكن تجيلك في الامتحان. خلاص دي شروحات أساسية لازم تبقى عارفها. شكرا.